السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم. رسميا المنتخب الوطني المغربي للفوتسال يكتسح منتخب ليبيا ويعلن جاهزيته لكأس أفريقيا تحت قيادة محنكة من المدرب هشام دكيك. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، غادي نتعرف معكم على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الإنجاز الذي حققه هشام دكيك في جوج ديال المباريات ودية خصيصا واستعدادا لكأس أفريقيا، بطولة اللي غتنظم عندنا إن شاء الله في المملكة المغربية. غادي نتعرف معكم على كيفاش كانت ردة الفعل ديال مدرب منتخب ليبيا للفوتسال ريكاردو سوبرال بعد الهزيمة أمام المنتخب الوطني المغربي. فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير. شكرا جزيلا لكم على الثقة اللي كتوقعوها في هذه القناة، ومرحبا بكم في إطلالة جديدة تخص المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة. إذا كما كان متوقعا، أنهى المنتخب الوطني المغربي للفوتسال جوج ديال المباريات بالعلامة الكاملة بعد ما كان فاز في المباراة الودية الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر 7 ديال الأهداف لهدف وحيد. واليوم تتكرر ويتكرر سيناريو من جديد، ويكتسح المنتخب الوطني المغربي نظيره منتخب ليبيا. إذن جوج ديال المباريات ودية واللي برمجهم السي هشام دكيك نجح فيهم الحمد لله. هذوك 20 لاعب اللي استدعاهم المدرب هشام دكيك ها هما الآن كما تنقولوا عطاو اللي عندهم. المدرب اليوم السي هشام دكيك شاف شكون هو اللاعب اللي غادي يديه معاه لكأس أفريقيا، علما على أنه جميع اللاعبين اللي لعب بهم المدرب هشام دكيك فبرافو ليهم. الحمد لله تحقق الانتصار على الرأس الأخضر. وحنا كنعرفوا كرة القدم داخل القاعة ديال الرأس الأخضر راها قوية، وباش تحقق هذا الانتصار كاسح للرأس الأخضر 7، واليوم تكرر السيناريو على منتخب ليبيا القوي، فترفع القبعة لهذا المدرب. إذا هشام دكيك اليوم أثبت على أنه جاهز 100% لكأس أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة. الحمد لله. اليوم ما نساوش على أنه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة حتى هو راه فرحنا أكثر من مرة، فخاصنا ضروري أننا نكون دائما وسند مهم جدا أولا للمدرب للمجموعة وكذلك الكل من يتابع هذا الدوري الودي الذي أقيم في مدينة بركان. الحمد لله اليوم سي محمد أو سي هشام دكيك عفوا فأعطانا دلالات منطقية وعطانا إشارات تقولنا أن ما عندكم مناياش تخافوا، فالمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة إن شاء الله غادي يحقق المجد. مباشرة بعد نهاية المباراة مدرب منتخب ليبيا طبعا أكد على أن منتخب المغرب منتخب قوي، وأكد على أن كرة القدم داخل القاعة أصبحت قوية ليس على الصعيد الإفريقي فقط وإنما حتى على الصعيد العالمي، والتي طبعا فاقت كل التوقعات. هذا ما جاء على لسان مدرب منتخب ليبيا الذي أكد في الندوة الصحفية على أن منتخب المغرب هو المرشح للتتويج بهذه النسخة. لما لا؟ الحمد لله كل الظروف مواتية، عندنا مدرب، عندنا لاعبين، وعندنا كذلك الجمهور، وعندنا كذلك ملاعب وبنية تحتية. فلهذا التوجه العام الآن ديال المدرب هشام دكيك هو التتويج بكأس أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة. نتمناو التوفيق وإن شاء الله سنوافيكم كل التفاصيل.